السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحالة الثالثة بالنسبة إلا عرفنا المالك الحقيقي ديال واحد العقار اللي بغينا نشريو هو فاش كيكون هذا المالك شخص معنوي، بيرسون مورال، ولا شخص اعتباري، ولا شخص قانوني. مثلا كتخرج شهادة الملكية بالنسبة لعقار محفظ كتلقى فيها شركة ألفا برافو تشارلي، كيف ما كانت السمية. ما غاديش نقول السميات ديال الشركات باش ما تقولوا راه كندير الاشهار ولا شي حاجه. كتلقى واحد الشركه الفا برافو، وهاد الشركه هي اللي كتملك، راه عندها الحق تملك. ولا كتلقى في الشهاده ديال الملكيه الملك الدوله المغربيه الملك الخاص. ولا كتلقى في شهاده الملكيه العقاريه الجماعة السلالية أيت ألفا كيف ما كان. ولا كتلقى الجماعة الترابية الملك، الجماعة الترابية كذا الملك العمومي، ولا الجماعة الترابية كذا الملك الخاص. هذا الشيء بالنسبة لهاد الأشخاص المعنويين، الشركات، الجماعات، الجمعيات، النقابات، الدولة، هادو كلهم كيتسموا اشخاص معنويين. القاعده الاولى في هاد الاشخاص المعنويون هي انه دائما تيكون واحد الشخص طبيعي بنادم بحالنا بحالكم اللي كيسني بلاصه هاد الشخص المعنوي، دائما خصو يكون. اذا هنا عندنا جوج ديال المهام. الا كان شخص معنوي كنتاكدوا واش هذاك الشخص المعنوي هو اللي كيملك، وعاد كنتاكدوا واش هذاك الشخص الطبيعي اللي كيسني بلاصه الشخص المعنوي هو نيت الشخص الطبيعي اللي خصو يسني بلاصه هذا الشخص المعنوي. مثلا ارض سلاليه ديال الجماعه السلاليه فلانه، شكون اللي غادي يسني؟ واش القايد؟ واش النواب ديال الجموع؟ واش وزير الداخليه؟ اذا هنا راه كاين نعرفوا شكون اللي غيسني العقد الا بغينا نشريو عند الجماعه السلاليه ولا نكريو عندها. بالنسبه للشركه، شركه تجاريه، شكون اللي كيتكلم بسميتها؟ بالنسبه للدوله راه على حساب الوضعيه ديال هذاك الملك كاين الممثل ديال الدوله. الا كان الملك الخاص راه وزير الماليه، الا كان الملك الغابوي راه وزير الماليه حتى هو، طبعا بتنسيق مع الوكاله الوطنيه ديال المياه والغابات. يقدر المدير العام ديالها يتعطى ليه مثلا يهضر بسميه الدوله فيما يخص الملك الغابوي، غادي يكون غالبا داك الشيء. غير باش حيت ما نتاكدش نقول لكم وزاره الماليه، لان الملك الخاص كيمشي مع الملك الغابوي، واخا كاين واحد النقاش على الملك الغابوي واش ملك خاص ولا ملك عمومي، وهذا الشيء دائما كنناقشوا مع الاصدقاء ديالي، وانا كندافع على ان الملك الغابوي ملك عمومي، ولكن هو راه ملك خاص حيت غادي مع التحديد الاداري ديال الملك المخزني الخاص. اذا الا كان الجماعه الترابيه شكون اللي كيسني بلاصتها؟ واش وزير الداخليه ولا رئيس الجماعه؟ هذا الشيء كله ضروري كنتاكدوا منه، وعاد كنتاكدوا من هذاك الشخص الطبيعي اللي كيمثل الشخص المعنوي واش عنده التفويضات الكامله للبيع، واش عنده لي بلان بوفوار باش يبيع. حيت بعض الخطرات كتلقى كيمثل واحد شخص معنوي ولكن ما عندوش الحق يبيع، عنده صلاحيات محدوده، عنده تفويض محدود. راه قليل اللي عنده الصلاحيات باش يبيع. بحال البنكه دابا، البنكه عندها الموظفين ديالها، واحد الموظف عنده الحق يعطيك الكريدي ديال 100 مليون، وواحد الموظف ما عندوش الحق يعطيك الكريدي ديال 100 مليون مثلا، عنده الحق غير يعطيك يعني كريدي بيرسونيل، يعطيك حتى ل 5 المليون حتى ل 10 المليون على حساب لي بوفوار اللي عنده، على حساب التفويضات اللي كتعطيه الاداره العامه ديال البنكه ديالو، وفيهم بزاف ديال الترتيبات. كتلقى بي سي، هذا عنده تفويض هذا عنده بي، هذا عنده سي، كذلك خصو يسني مع واحد اخر يسنيو بجوج الى اخره. هذا الشيء كله راه فيه بزاف ما يتقال، ضروري
الا غتشريو عند شخص معنوي توجهوا عند مهني اللي على درايه بهاد الحالات ديال الشخص المعنوي، يا اما محامي يا اما العدول يا اما الموثق، ويكون على بال عنده الممارسه الكافيه. بالنسبه لهاد الاشخاص المعنويين راه تيكون شويه ديال يعني داك الشيء راه حساس، وخاصنا نشوفوا بزاف ديال الحوايج كما قلت لكم. نشوفوا هذا الشخص المعنوي واش عنده الحق يبيع، راه حتى البيع واش عنده الحق. مثلا لقينا واحد العقار في اسم نظارة الأحباس. شكون اللي كيمثل الأحباس؟ ناظر الأحباس، ولكن راه ما عندوش الحق باش يبيع، راه ما عندوش الحق في القانون باش يبيع الأملاك الحبسية. راه الأملاك الحبسية راه ما كتباعش، كدار غير المبادلة، كدار غير ليشونج المبادلة، وباش تبادل معها خصك تقدم واحد الطلب ديال التحفيظ. ضروري تيكون عقار محفظ، غير دير مطلب التحفيظ في طور التحفيظ باش دير معاه المبادله. اما البيع راه ما كاينش، غير بحال هاد المثالات. واخا كاع كتلقى مثلا شخص معنوي هو مول العقار وكتلقى اللي كيتكلم عليه، ولكن راه ما عندوش الحق يبيع. هذاك الشخص المعنوي ما عندوش الحق يبيع، وعاد ندوزو للشخص اللي كيمثلو واش عنده التفويض الكامل باش يبيع. اذا هادو كلهم راه حالات ضروري من الاستشارات المهني، لان بوحدنا ما نقدروش نعرفوها ما عدا الا عندنا واحد التجربه كافيه. كنشكركم جزيل الشكر، كنتمنى لكم اطيب الاوقات واسعدها. الى اللقاء.